السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا حبايبنا طلبة ثالثة ثانوي دفعة 2026. صباح الخيرات أو مساء الخيرات على حسب أنت بتشوف الفيديو ده. بص بقى عزيزي الطالب، بنبدأ مع بعض أول محاضرة لينا في عام 2026، ونتمنى من الله عز وجل أن يسدد خطاكم ويرزقكم ما تتمنون بإذن الله. وبنبدأ مع بعض محاضرة حصة التأسيس. طيب مستر فكرني كده، حصة التأسيس دي هتفيدني إيه؟ بقول لك ان حصه التأسيس دي بتجمع فيها كل حاجه تخص الكيمياء من اول ما بدات اعدادي لحد ثانيه ثانوي. فبالتالي انت عشان تسهل على نفسك وتيسر على نفسك الموضوع في ثالثه محتاج تفهم حصه التأسيس دي كويس جدا جدا. طيب نبدا مع بعض كده بدايه المحاضره، وتعالى نشوف الفيديو او المحاضره بتاعتنا هتكون بتتكلم عن ايه. اول حاجه احنا هنعرف ايه هو تعريف الذره ومكوناتها. تاني حاجة هنبدأ نصنف مع بعض العناصر ونعرف أنواعها. تالت حاجة نبدأ نعرف مع بعض إزاي نكتب الصيغة الكيميائية للمركبات بتاعتنا. رابع حاجة نبدأ نصنف المركبات بتاعتنا على حسب أنواعها. طب خامس حاجة قال لك إن إحنا نعرف يعني إيه تفاعلات كيميائية وإيه هي أنواع التفاعلات الكيميائية. طب سادس حاجة قال لك إن إحنا نعرف التوزيع الإلكتروني بتاعنا عشان نقدر نوزع العنصر ونشوف مكانه في الجدول. أخيرا وليس آخرا إن إحنا نعرف نحسب أعداد التأكسد بتاعتنا، عشان دي هنحتاجها بشكل كبير جدا جدا على مدار السنه بتاعتنا. طيب يبقى احنا كده عرفنا محتوى المحاضره بتاعتنا. تعالى بقى نسمي الله ونبدا المحاضره بتاعتنا باذن الله. طب نبدا مع بعض. اول حاجه كده بيقول لي ايه هي الماده. افكر سيادتك ان الماده هي كل ما له كتله وحجم. يعني بالبلدي كده اي حاجه ليها كتله وليها حجم اقدر اقيس كتلتها واقدر اقيس حجمها تعتبر ماده. يبقى تاني الماده هي كل ما له كتله وحجم. طيب مستر انا عرفت يعني ايه ماده، قول لي بقى حالات الماده. بقول لك ان الماده تعتبر ليها 3 حالات. اول حاجه وهي ان ليها حاله صلبه وحاله سائله وحاله غازيه. يبقى تاني كده الماده كام حاجه؟ 3: صلبه وسائله وغازيه. تاني الماده كام حاجه؟ 3: صلبه وسائله وغازيه. طب صلبه زي مين؟ اجي اقول لك صلبه زي جميع المعادن: حديد، نحاس، فضه، ذهب، ألمونيوم. طب مستر سائله زي مين؟ اجي اقول لك زي الميه، ماده سائله. طب يا مستر غازيه زي مين؟ اجي اقول لك زي غاز الاكسجين او زي الهواء الجوي. يبقى تاني كده الماده كام حاله؟ 3: صلبه وسائله وغازيه. طيب انا عرفت يعني ايه ماده وعرفت حالات الماده. تعالى بقى نشوف الماده بتتكون من ايه. اجي اقول لسيادتك ان الماده بتتكون من جزيئات، وان الجزيئات دي بتتكون من اجزاء اصغر منها بسميها باسم الذرات. يبقى تاني كده الماده بتتكون من جزيئات والجزيئات بتتكون من ذرات. فانا اقدر اقول ان الذرات دي هي الوحده البنائيه للماده. يبقى تاني كده الماده بتتكون من جزيء، يعني الجزيء اصغر من الماده، والجزيء بيتكون من ذرات، يعني الذرات اصغر من الجزيء، يبقى بالتالي الذره هي الوحده البنائيه للماده. طيب حلو كده، كويس جدا يا مستر. تعالى بقى نخش على اللي بعدها. طيب نبدا مع بعض بقى تاني حاجه وهي الجزيء. مستر يعني ايه جزيء؟ بقول لك ان الجزيء هو اصغر جزء من الماده، وغالبا ما يوجد في حاله انفراد وتتضح فيه خواص الماده. يبقى تاني كده بقى يا صديقي، بقول لك ان الجزيء هو اصغر جزء من الماده، وغالبا ما بيوجد في حاله انفراد وتتضح فيه خواص الماده. طب مستر هو الجزيء كام نوع؟ قال لك ان الجزيء نوعين: يا اما يكون جزيء عنصر يا اما يكون جزيء مركب. طب الفرق ما بينهم ايه؟ اجي اقول لك الفرق ما بينهم ان العنصر هو جزيء ذراته متشابهه او متماثله. يبقى تاني كده احنا قلنا ان الجزيء بيتكون من ذرات، فالعنصر بيكون عنصر ذراته متشابهه. اجي اقول لك مثلا زي جزيء عنصر الاكسجين O2 بيتكون من ذرتين اكسجين نفس الذره. طيب او النيتروجين
N2 بيتكون من ذرتين نيتروجين نفس الذره. طيب يبقى العنصر بتكون ذراته متشابهه. طب المركب بيكون عباره عن جزيء ذراته مختلفه. زي ان اجي اقول لك مثلا مركب الميه H2O بيتكون من ذرتين هيدروجين وذره واحده اكسجين. اجي اقول لك مثلا كلوريد الصوديوم NaCl ذره صوديوم مع ذره كلور. يبقى انا بقول ان عنصر ذراته متشابهه وان المركب ذراته مختلفه. طب يا مستر قول لي يعني ايه عنصر؟ اجي اقول لك ان العنصر هو ابسط صوره نقيه للماده. حلو جدا. ولا يمكن تحليلها الى ما هو ابسط منها. يبقى تاني كده يا عزيزي ان العنصر ده هو ابسط صوره نقيه للماده، وما اقدرش احلل العنصر ده لحاجه ابسط منه بالطرق الكيميائيه المعروفه. طب مستر هو العنصر كام نوع؟ قال لك العنصر يا اما يكون صلب يا اما يكون سائل يا اما يكون غاز. وتعالى بقى هنا هنقسم الموضوع شويه. عنصر صلب زي الحديد، النحاس، الفضه، من الاخر كده جميع المعادن، واجي اقول لك وجميع الفلزات ما عدا عنصر واحد بسميه عنصر الزئبق. يبقى كل الفلزات عناصر صلبه وجميع المعادن عناصر صلبه ما عدا عنصر الزئبق. طب سائله؟ قال لك السائل في منه حاجتين، في الزئبق وفي البروم Br2. تاني زئبق وبروم. طب حلو جدا. طيب الغاز؟ قال لك الغاز نوعين، يا اما يكون غاز نشط يا اما يكون غاز خامل. طيب تعال نفتكر مع بعض كده الغازات الخامله. كانوا 6 غازات خامله. كان عندي هيليوم، نيون، ارجون، كريبتون، زينون، رادون. تاني هيليوم، نيون، ارجون، كريبتون، زينون، رادون، دول الغازات الخامله. طب الغازات النشطه اجي اقول لك زي غاز الاكسجين، غاز النيتروجين، غاز الهيدروجين. فمعنى كده يا مستر ان انت لو لاحظت معايا هتلاقي ان كل العناصر الصلبه والزئبق السائل والغازات الخامله بتكتب دايما في صوره ذريه. يعني ايه يا مستر صوره ذريه؟ يعني ذره واحده بس. تاني اهو كل العناصر الصلبه والزئبق السائل والغازات الخامله تكتب في صوره ذريه. يعني ايه يا عم صوره ذريه؟ يعني ذره واحده بس، بتتكون من ذره واحده بس. طب يا مستر البروم السائل والغازات النشطه تكتب في صوره جزيئيه. يعني ايه يا مستر صوره جزيئيه؟ يعني ذرتين او اكثر. تاني بقى اهو كل العناصر الصلبه والزئبق السائل والغازات الخامله تكتب في صوره ذريه، يعني ذره واحده بس. طيب البروم السائل والغازات النشطه تكتب في صوره جزيئيه. يعني ايه يا مستر صوره جزيئيه؟ يعني ذرتين او اكثر. طيب احنا كمان ممكن نضيف عليهم ان الفلزات واللافلزات البخاريه، يعني اللي موجوده في صوره بخار، بتكتب دايما في صوره جزيئيه. يعني كده العناصر اللي بتكتب في صوره جزيئيه ذرتين او اكثر هو البروم السائل او الغازات النشطه او اي بخار. عندك مثلا زي بخار الفوسفور B4 او بخار الكبريت S8. يبقى تاني اي بخار او اي غاز نشط او اي بروم سائل بيكتب دايما في صوره جزيئيه ذرتين او اكثر. طب حلو كده انا عرفت يعني ايه عنصر ويعني ايه جزيء وعرفت انواع العنصر. طب نيجي بقى للنقطه اللي بعدها وهي الذره. هو بيقول لي يعني ايه ذره؟ بقول له ان الذره هي اصغر وحده بنائيه للماده ولا توجد غالبا في حالة
انفراد وتشترك في التفاعلات الكيميائية. يبقى تاني كده يا مستر، يعني ايه ذرة؟ بقول الذرة هي أصغر وحدة بنائية للمادة، وغالبا ما لا توجد في حالة انفراد، وتشترك في التفاعلات الكيميائية. طب مستر هي الذرة بتتكون من ايه؟ أجي أقول لك إن الذرة بتتكون من حاجتين، أول حاجة وهي نواة موجبة الشحنة، وتاني حاجة وهي الإلكترونات سالبة الشحنة. يبقى تاني كده الذرة بتتكون من نواة موجبة الشحنة وإلكترونات سالبة الشحنة. طب حلو. طب مستر هي النواة جواها إيه؟ قال لك النواة بتحتوي على حاجتين. أول حاجة هي تعتبر مركز الذرة. تاني حاجة كتلتها أكبر من كتلة الإلكترونات. تالت حاجة بتتمركز فيها كتلة الذرة. والنواة بتحتوي على بروتونات موجبة الشحنة ونيترونات متعادلة الشحنة. يبقى تاني جوه النواة كام حاجة؟ حاجتين، بروتونات موجبة الشحنة ونيترونات متعادلة الشحنة. جميل جدا. طب الإلكترونات بقى اللي بره، قال لك الإلكترونات اللي بره بتدور حول النواة بسرعة فائقة داخل مدارات وهمية اللي سيادتك بنسميها باسم مستويات الطاقة. يبقى تاني ادي شكل الذرة بتاعتي. اللي جوه الذرة ده بيمثل النواة اللي بتحتوي على بروتونات موجبة الشحنة ونيترونات متعادلة الشحنة. طب اللي بره الذرة، قال لك اللي بره الذرة وبيلف حواليها ده بيمثل عندي الإلكترونات السالبة. وخليني اقول لك كده ان عدد البروتونات الموجبة داخل النواة بيساوي عدد الإلكترونات السالبة خارج النواة. يبقى تاني كده يا صديقي، الموجب اللي جوه قد السالب اللي بره. عشان كده اقول لك ان الذرة متعادلة كهربيا. مستر هي ليه الذرة متعادلة كهربيا؟ هقول له لأن عدد الشحنات الموجبة داخل النواة بيساوي عدد الشحنات السالبة خارج النواة. يبقى تاني يا صديقي لما اجي اقول لك ليه الذرة متعادلة كهربيا؟ لأن عدد الشحنات الموجبة داخل النواة بيساوي عدد الشحنات السالبة خارج النواة. أو بالبلدي كده أقول لك إيه؟ لأن الموجب اللي جوه قد السالب اللي بره. طب حلو. مستر أنت قلت لي إن الذرة كلها ذرة متعادلة. طب النواة بقى جواها حاجتين، بروتونات موجبة ونيترونات متعادلة. قال لك إن النيترونات يمكن إهمال شحنتها، يعني الشحنة المتعادلة دي أكنها مهملة، بس ما اقدرش احمل وجودها او كتلتها. انما البروتونات ما اقدرش احمل ولا كتلتها ولا شحنتها، فبالتالي هي الشحنه اللي تغلب على النواه. فلما اجي اقول لك ليه النواه موجبه الشحنه، اجي اقول لك لانها تحتوي على بروتونات موجبه ونيترونات متعادله. والبروتونات لا يمكن إهمال كتلتها ولا شحنتها، والنيترونات يمكن إهمال شحنتها ولا يمكن إهمال كتلتها. طب حلو جدا يا مستر، أنا عرفت يعني إيه ذرة، وعرفت تركيب الذرة، وعرفت أهم الأسئلة اللي هتيجي عليها. طب يا عزيزي الطالب إحنا كده عرفنا تركيب الذرة وتركيب المادة وتركيب الجزيء، وعرفنا إن في حاجة اسمها عنصر. طب إيه بقى يا مستر أنواع العناصر؟ جه عالم ابن حلال كده اسمه برازيليوس. برازيليوس هو أول من صنف العناصر لحاجتين، فلزات ولا فلزات، وصنفهم على حسب خواصهم الفيزيائية. طيب فيما بعد صنفت العناصر إلى 4 أنواع. إيه يا عم ال4 أنواع؟ قال لك عندي حاجة اسمها فلزات، وعندي حاجة اسمها لا فلزات، وعندي حاجة اسمها أشباه الفلزات، وعندي غازات خاملة. يبقى كده العناصر كام نوع؟ 4 أنواع، فلز ولا فلز وشبه فلز وغاز خامل. طب مستر قول لي يعني ايه فلزات؟ بص يا عم، اول حاجه ان الفلزات
هي عناصر تتميز بأن لها لمعان وبريق معدني. طب حلو جدا. تاني حاجة قال لك بتكون جيدة التوصيل الحراري والكهربي. يعني ايه يا مستر؟ يعني لها القدرة على توصيل الحرارة وتوصيل الكهرباء. طيب قال لك وتتميز بأن غلاف تكافؤها بيحتوي على أقل من 4 إلكترونات. يعني لو أنا جبت أي عنصر ووزعته لقيت غلاف التكافؤ بيحتوي على الأقل 4 ما عدا طبعا الهيدروجين والهيليوم، أعرف كده إن العنصر ده عنصر فلز. طب جميل جدا. طب أنا كده خلصت من الفلزات، نيجي على تاني حاجة وهي اللافلزات. مستر يعني إيه لافلزات؟ بقول لك إن اللافلزات هي عناصر ليس لها لمعان أو بريق معدني. حلو جدا. هي ليس لها لمعان أو بريق معدني. تاني حاجة رديئة التوصيل الحراري والكهربي، ودي هناخدها مرتين، مرة في الفيزياء ومرة في الكيمياء. لما اجي اقول لسيادتك ان الموصلات انواع، في حاجة اسمها موصل الكتروني وموصل الكتروليتي، بس لما نجي لها. طيب اخر حاجة في اللافلزات ان غلاف التكافؤ بيحتوي على على اكبر من 4 الكترون. تمام جميل جدا. يبقى انا لو وزعته هعلمك توزع ازاي كمان شويه، ولقيت ان غلاف التكافؤ بيحتوي على اقل من 4 ما عدا الهيدروجين والهيليوم، يبقى ده كده فلز. طب اكبر من 4 يبقى كده لا فلز. طب حلو جميل جدا. طيب مستر اشباه الفلزات، اجي اقول لك ان اشباه الفلزات هي عناصر بتجمع بين خواص الفلزات وبعض صفات اللافلزات. يبقى هي عناصر بتجمع ما بين خواص الفلزات وبعض صفات اللافلزات. طب حلو جدا. هو انا عندي كام شبه فلز؟ قال لك انت عندك 6. عندك بورون، وعندك سيليكون، وعندك جيرمانيوم، وعندك زرنيخ، وعندك انتيمون، وعندك تريليوم. تاني بورون سيليكون جيرمانيوم زرنيخ انتيمون تريليوم، هو 6. فالعناصر كلها انا عندي 6 اشباه فلزات: بورون سيليكون جيرمانيوم زرنيخ انتيمون تريليوم. جميل جدا. طب الغازات الخامله قال لك هي تعتبر عناصر خامله في التفاعلات، يعني لا تشترك، بالبلدي كده لا تشترك في التفاعل الكيميائي. طب يا مستر ليه لا تشترك في التفاعل الكيميائي؟ عشان غلاف تكافؤها مكتمل بالالكترونات وهي في الحاله العاديه. طب انا كان عندي كام غاز خامل؟ برضه 6 لسه قايلهم لك من شويه. عندي هيليوم، وعندي نيون، وعندي ارجون، وعندي كريبتون، وعندي زينون، وعندي رادون. تاني هيليوم نيون ارجون كريبتون زينون رادون. يبقى انا عندي 6 اشباه فلزات و6 غازات خامله. طب مستر انا عرفت الفرق ما بين العناصر وانواعها، فلزات ولافلزات واشباه فلزات وغازات خامله. يبقى احنا كده يا عزيزي عرفت يعني ايه ماده، وعرفت ان الماده بتتكون من جزيئات، وعرفت يعني ايه جزيء، وعرفت ان الجزيء بيتكون من ذرات، وعرفت يعني ايه ذره وتركيبها، وعرفت ايه هي انواع العناصر بتاعتي. طيب ندخل على الجزئيه اللي بعدها، وان احنا نتكلم على اشهر العناصر اللي انت هتحتاجها على مدار السنه. طيب احنا رتبنا لك مجموعه من العناصر بالترتيب من اول العنصر رقم 21، انا اسف، من اول العنصر رقم 1 لحد العنصر رقم 20، وهنكمل عليهم مجموعه عناصر كمان. طب نبدا باول عنصر وهو عنصر الهيدروجين. الهيدروجين هو عدده الذري 1. طيب بعد كده هيليوم He2، ليثيوم Li3، بريليوم Be4، بورون B5. يبقى تاني كده اول 5 اهم: هيدروجين، هيليوم، ليثيوم، بريليوم، بورون. هيدروجين H، هيليوم He، ليثيوم Li، بريليوم Be، بورون B بس. طب جميل جدا. طب العنصر رقم 6
قال لك هو الكربون سي وعدده الذري 6. طب النيتروجين ان وعدده الذري 7. الاكسجين او وعدده الذري 8. الفلور اف وعدده الذري 9. النيون ان اي وعدده الذري 10. يبقى تاني 5 هو كربون نيتروجين اكسجين فلور نيون. كربون سي نيتروجين ان اكسجين او فلور اف نيون ان اي. يبقى تاني كده اول 10 هيدروجين هيليوم ليثيوم بريليوم بورون. كربون نيتروجين اكسجين فلور نيون اتش اتش اي ال اي بي اي بي بس سي ان او اف ان اي. طيب ادي اول 10. تاني 10 عنصر رقم 11 هو عنصر الصوديوم ان 11. المغنيسيوم ام جي 12. الالومنيوم اي ال 13. السيليكون اس اي 14. الفوسفور بي 15. يبقى تاني كده صوديوم ان اي، مغنيسيوم ام جي، الومنيوم اي ال، سيليكون اس اي، فوسفور بي. طيب بعد كده عندي عنصر الكبريت وهو اس عدد الذري 16. الكلور سي ال عدد الذري 17. الارجون اي ار عدد الذري 18. البوتاسيوم كي وعدد الذري 19. الكالسيوم سي اي وعدد الذري 20. يبقى تاني كده صوديوم مغنيسيوم ألمونيوم سيليكون فوسفور كبريت كلور أرجون بوتاسيوم كالسيوم. صوديوم ان اي، مغنيسيوم ام جي، ألمونيوم اي ال، سيليكون اس اي، فوسفور بي، كبريت اس، كلور سي ال، أرجون اي ار، بوتاسيوم كي، كالسيوم سي اي. طب ادي اول 20 بالترتيب من اول العنصر رقم 1 لحد العنصر رقم 20. طيب مستر تعالى نجيب تكافؤاتهم كده. الهيدروجين تكافؤه احادي. هو عدد تأكسده بيكون موجب 1 اللي لو كان جاي كصورة هيدريت فلز زي ما خدت في تانية ثانوي بيكون ساعتها ب-1. طيب الهيليوم ده غاز خام اللي يشترك في التفاعل الكيميائي فبالتالي بيكون تكافؤه 0. طيب الليثيوم فلز، وانت قلت لي يا مستر ان الفلز بيميل للفقد. طب تعالى كده انا عندي عنصر زي عنصر الليثيوم ال اي 3. لو انا جيت وزعته هلاقي ان هو بتحتوي على 3 بروتونات موجبه، ولما اجي اوزع اول مستوى اللي هو الكي هياخد 2 الكترون، وتاني مستوى اللي هو ال هياخد 1 الكترون. فتوزيعه بقى 2 1، وهنا غلاف التكافؤ بيحتوي على اقل من 4 الكترون. فبالتالي لما يجي يميل هيميل للفقد. فلما يجي يفقد بيفقد الكترون غلاف التكافؤ فيتحول لايون ليثيوم موجب 1 اللي بيكون توزيعه الكي في 2 والال اتشال عشان خاطر شلناه فقدنا منه. طب حلو جدا. طيب يعني معنى كده ان الليثيوم بيفقد الكترون 1 فتكافؤه هيكون احادي. طب جميل. البريليوم لما اجي اوزعه هلاقيه تكافؤه ثنائي. البورون تكافؤه ثلاثي. الكربون تكافؤه رباعي. حلو. النيتروجين بقى قال لك النيتروجين انت لو جيت وزعته ان 7 هلاقي توزيعه 2 5. فغلاف التكافؤ هنا اللي هو المستوى ال بيحتوي على اكثر من 4 الكترون، فبالتالي هو بيميل للاكتساب. طب هو المستوى بيشبع ب8 وهو معاه 5، عشان يكتمل محتاج يكتسب كام الكترون؟ 3. فعشان كده بقول لك ان النيتروجين ثلاثي التكافؤ. طب الاكسجين بيكتسب 2 يبقى ثنائي التكافؤ. طب الفلور بيكتسب 1 يبقى احادي التكافؤ. طب النيون ده غاز خامل، قلنا ولا هيفقد ولا يكتسب ان هو اصلا لا يشترك في التفاعل الكيميائي فيبقى تكافؤه 0. يبقى انا لحد عندي دلوقتي تكافؤين بيساوي 0 وهو الهيليوم والنيون عشان دي غازات خامل. طيب نكمل. قال لك الصوديوم توزيعه 2 8 1 يعني المستر تكافؤه احادي عشان هيفقد 1. المغنيسيوم 2 8 2 يبقى تكافؤه ثنائي عشان هيفقد 2. الألمونيوم 2 8 3 يبقى تكافؤه ثلاثي عشان هيفقد 3. طب السيليكون 2 8 4 وده شبه فلز فهيشارك ب4 فيبقى تكافؤه رباعي. الفوسفور بقى قال لك الفوسفور توزيعه 2 8 5. ففي الحالة دي يا إما يكتسب 3
يا اما يشترك بخمسه. فعشان كده الفوسفور ممكن يكون ثلاثي التكافؤ او خماسي التكافؤ، وهنا اللي بيحدد لك اسم المركب. طب يا مستر الكبريت قال لك ممكن يكون ثنائي او رباعي او سداسي، يا اما يكتسي باتنين يا اما يشترك باربعه يا اما يشترك بسته. طب الكلور تكافؤه احادي. الارجون تكافؤه بيساوي صفر لانه غاز خامل. البوتاسيوم تكافؤه احادي لان توزيعه 2 8 8 1 فيفقد 1. طب الكالسيوم توزيعه 2 8 8 2 يعني هيفقد 2 يبقى تكافؤه ثنائي. طب جميل جدا، انا كده خلصت اول 20 عنصر. نيجي بقى للصف الاخير. اجي اقول لك عندي عنصر زي عنصر الحديد اف اي، وده ليه تكافؤين، يا اما يكون تكافؤ ثنائي يا اما يكون تكافؤ ثلاثي. وبالمناسبه بقى بما انك كبرت تعالى ناخد الارقام باللاتيني. عندي كده 1 كده 2 كده 3 كده 4 كده 5 كده 6 كده 7 كده 8. يبقى 1 اي بس، 2 دبل اي، 3 تريبل اي، 4 اي في، 5 في بس، 6 في اي، 7 في دبل اي، 8 في تريبل اي. وكفايه عليك كده مش عايزين حاجه تاني. طب يا مستر احنا قلنا الحديد اف اي ويا اما يكون ثنائي يا اما يكون ثلاثي. طب النحاس سي يو يا اما يكون احادي يا اما يكون ثنائي. طب الخرسين زد ان وده تكافؤ ثنائي. الرصاص بي بي وده تكافؤ ثنائي. الفضه اي جي وده تكافؤ احادي. الذهب اي يو وده تكافؤ ثلاثي. الزئبق اتش جي وده تكافؤ احادي، انا اسف تكافؤ ثنائي. البروم بي ار وده تكافؤ احادي. اليود اي وده تكافؤ احادي. الباريوم بي اي وده تكافؤ ثنائي. يبقى انت كده يا كابتن خدت معايا 30 عنصر، وهو اهم 30 عنصر انت هتحتاجهم في حياتك كلها. طب جميل جدا، انا خلصت العناصر عرفت اجيب تكافؤاتها. ندخل على الجزئيه اللي بعدها وهي المجموعات الذريه. مستر هو يعني ايه مجموعه ذريه؟ اجي اقول لك ان المجموعه الذريه دي هي مجموعه من ذرات العناصر التي تتحد مع بعضها وتسلك سلوك الذرة الواحدة. طب جميل جدا. طيب احنا قسمنا المجموعات الذرية لثلاث انواع: مجموعات احادية التكافؤ، مجموعات ثنائية التكافؤ، ومجموعات ثلاثية التكافؤ. طب احادية زي مين؟ اجي اقول لك مجموعة الامونيوم NH4 موجب، وعلى فكرة هي المجموعة الذرية الوحيدة موجبة الشحن. طب جميل جدا. طب الكلورات ClO3 سالب. طب الكلوريد ClO2 سالب. طب الألومنات Al2O سالب. طب البيروكلورات ClO4 سالب. طب السيانات CnO سالب. طب الثيوسيانات SCN سالب. طب الهيبوكلورات ClO سالب. طب الكلوريد Cl سالب. طب النيترات NO3 سالب. طب النيتريت NO2 سالب. طب البيكربونات او بسميها باسم الكربونات الهيدروجينيه HCO3 سالب. طب البيكبريتات او الكبريتات الهيدروجينيه HSO4 سالب. يبقى تاني كده عندي امونيوم NH4، سيانات CNO، كلورات ClO3، ثيوسيانات SCN، كلوريد ClO2، هيبوكلوريت ClO، ألومنات Al2O، كلوريد Cl، بيروكلورات ClO4، نيترات NO3، نيتريت NO2، بيكربونات او كربونات هيدروجينيه HCO3، بكبريتات او كبريتات هيدروجينيه HSO4. انا كده خلصت كل المجموعات احاديه التكافؤ.
نيجي بقى للمجموعات ثلاثيه التكافؤ. اجي اقول لك ثيوكبريتات S2O3 ودي بتكون سالب 2 عشان تكافؤها ثنائي. الكربونات CO3 سالب 2. الكرومات CrO4 سالب 2. الكبريتات SO4 سالب 2. ثاني كرومات CR2O7 سالب 2. الكبريتيت SO3 سالب 2. البيوفوسفات BO3 سالب 2. الكبريتيد S سالب 2. يبقى تاني يا كابتن كده انا عندي ثيوكبريتات، كربونات، كرومات، كبريتات، ثاني كرومات، كبريتيد، بيوفوسفات، كبريتيد. من الاخر كده جميع المجموعات الذريه اللي فيها حرف الكاف ثنائيه التكافؤ. طب اخر حاجه المجموعات ثلاثيه التكافؤ هي مجموعه الفوسفات BO4 سالب 3. يبقى كده انا عندي مجموعه ذريه واحده بس سالب 3 وهي الفوسفات. واي مجموعه بتبدا بحرف الكاف ومعاهم البيوفوسفات والثيوكبريتات ثنائيه التكافؤ والباقي احادي التكافؤ. جميل جدا. طب اللي بعدها قال لك اللي بعدها هو انك ازاي تكتب الصيغه الكيميائيه بتاعتك. طيب اجي اقول لسيادتك عشان تكتب الصيغه الكيميائيه بتاعتك لازما يكون عندك الخطوات اللي هتكتب بيها. طيب تعالوا نضيف مع بعض كده صفحه فاضيه. اجي اقول لسيادتك لكتابه الصيغه الكيميائيه اول حاجه كتابه رمز العنصر اسفل اسمه. جميل جدا. يعني انا جيت قلت لك مثلا كمثال عندي كلوريد الصوديوم. الكلوريد رمزه Cl والصوديوم رمزه Na. ادي اول حاجه. طيب تاني حاجه كتابه تكافؤ العنصر اسفل رمزه. جميل جدا. مستر الكلور تكافؤه احادي والصوديوم تكافؤه احادي. طب حلو. رقم 3 تبسيط التكافؤات لأبسط صورة إن أمكن مع تبديل التكافؤات. يعني يا مستر هنا 1 و1 دي أبسط صورة. طب أنا بسطت بدل التكافؤ اعمل مقص. تكافؤ الكلور يروح للصوديوم وتكافؤ الصوديوم يروح للكلور. فلما أعمل مقص ساعتها ال Na هيبقى تكافؤ احادي فيطلع Na بس. الCl تكافؤ احادي فيطلع Cl بس. فساعتها بقى اسم المركب NaCl. طب شويه ملاحظات كده قبل ما ارجع اكمل. لو انت لاحظت هتلاقيني بدات بكلمه كلوريد ولما نهيت في الصيغه نهيت بالكلوريد. لما انتهيت في الاسم انتهيت بالصوديوم ولما بدات في الصيغه بدات بالصوديوم. فاجي اقول لسيادتك ان دايما في المركبات الغير عضويه اخر ما انتهيت ابتديت. اللي انتهيت بيه في اسم المركب بتبدا بيه في الصيغه الكيميائيه للمركب. طب حلو. تعال ندرب نفسنا كده على شويه اسئله. اجي اقول لك اكسيد الصوديوم. مستر انا اسف اكسيد الكالسيوم. الكالسيوم رمزه Ca والاكسيد جاي من الاكسجين يبقى رمزه O. حلو. الاكسجين ثنائي والكالسيوم ثنائي. مستر انا اقدر ابسط هنا. فلو انا جيت بسطت على الاثنين فيها الواحد وعلى الاثنين فيها الواحد. لما اجي اعكس التكافؤات واعمل المقص يطلع الصيغه بتاعتي CaO. اكسيد الكالسيوم CaO. حلو. خش على اللي بعده رقم 2 اكسيد الالومنيوم. الالومنيوم رمزه Al وخلي بالك في فرق ما بين الالومنيوم والامونيوم. الالومنيوم Al الومنيوم Al انما الامونيوم NO3. تمام جميل جدا. انا اسف الامونيوم NH4 انا اسف. الاكسيد O. طيب
تعال نجيب التكافؤات. الالومنيوم تكافؤه ثلاثي والاكسجين ثنائي. اجي اقول لسيادتك هنا هل دي ابسط صوره؟ يا مستر ابسط صوره. التلاته اتقسمت على الاثنين يدينا كسر، فده كده رقم ابسط صوره. فلما اجي اعكس التكافؤات الايه اللي ياخد 2 فيطلع عندي Al2، والاو هتتضرب في 3 يبقى O3، يبقى اكسيد الالومنيوم Al2O3. جميل. خش على اللي بعده. كلوريد المغنيسيوم، المغنيسيوم Mg والكلوريد Cl. الكلوريد احادي والمغنيسيوم ثنائي، ودي يا مستر ابسط صوره. لما اجي اعمل المقص وابدل التكافؤات يطلع عندي MgCl2. جميل. النموذج رقم 4 كبريتيد بوتاسيوم، البوتاسيوم K والكبريتيد يعني كبريت S. حلو. الكبريت في معظم تفاعلاته بيكون ثنائي التكافؤ والبوتاسيوم احادي التكافؤ. فلما اجي اعكس التكافؤات يطلع عندي K2S كبريتيد بوتاسيوم. طب حلو. رقم 5 هيدروكسيد صوديوم، الصوديوم Na والهيدروكسيد مجموعة ذرية OH. جميل جدا. الصوديوم أحادي والهيدروكسيد أحادي. لما اجي ابدل التكافؤات يطلع عندي الصيغة بتاعتي NaOH. حلو. رقم 6 هيدروكسيد الكالسيوم او بسميها باسم ماء الجير، واللي بالمناسبة هتكون عندنا كتير جدا في الباب الثاني. طب الهيدروكسيد OH، الكالسيوم Ca. الهيدروكسيد تكافؤ احادي والكالسيوم تكافؤ ثنائي، ودي كده ابسط صوره. لما بدل التكافؤات السي مضروب في 1 فيطلع Ca. الاو اتش مضروب في الاثنين، فالاثنين دي مضروبه في الاو مضروبه في الاتش، فبحطها جوه قوس بسميه باي، فيبقى CaOH باي 2. فيبقى ماء الجير صيغته CaOH باي 2 اللي احنا بنقول عليه هيدروكسيد الكالسيوم. طب يا عم نكمل. كبريتات ألمونيوم، مستر الألمونيوم Al والكبريتات SO4. الكبريتات ثنائي والألمونيوم ثلاثي، ودي أبسط صورة. لما بدل تكافؤات يطلع عندي Al2SO4 باي 3. ليه باي؟ عشان دي مضروبة في المجموعة كلها. طب حلو. بيكربونات مغنيسيوم، المغنيسيوم Mg والبيكربونات HCO3. المغنيسيوم ثنائي والبيكربونات احادي. لما اجي ابدل التكافؤات يطلع عندي MgHCO3 باي 2. جميل جدا. طب فوسفات كالسيوم، الكالسيوم Ca والفوسفات اللي احنا لسه قايلين من شويه BO4. الكالسيوم ثنائي والفوسفات ثلاثي. لما اجي ابدل التكافؤات يطلع عندي Ca3 BO4 باي 2. حلو. حمض الكبريتيك وحمض النيتروز. قال لك استنى هنا بقى، هنا القاعده بتختلف. اول ما تشوف كلمه حمض ابدا انت بالاتش. فلما اجي اقول لك حمض يبقى اول حاجه هتتكتب على الشمال هي الهيدروجين اتش. طيب الكبريتيك لو انت لقيت في المقطع ييك اعرف ان هو جاي من مجموعه اخرها ات، فبدلها، شيل اليك وحط ات فيبقى اسمها كبريتات. كبريتيك كبريتات فيبقى SO4. وكمل زي ما انت. مستر الهيدروجين احادي والكبريتات ثنائي. لما اجي ابدل الكفاءات يطلع عندي H2SO4. فاجي اقول لك دايما اول ما تشوف كلمه حمض ابدا انت باتش. طب جميل. طب حمض النيتروز قال لك حمض يبقى هبدا باتش. طب ايه يا مستر النيتروز؟ لو لقيت المقطع اوز يبقى انت كده كنت ناهي المقطع ايد. فالنيترات اخرها اوز، شيلها وحط ايد فيبقى اسمها نيتريت فيبقى NO2. طب الهيدروجين احادي والنيتريت احادي. لما بدل التكافؤات يطلع HNO2 حمض النيتروز. يبقى انا كده عرفت ازاي اعرف التكافؤ وعرفت ازاي اكتب الصيغه الكيميائيه. جميل جدا. نخش على اللي بعده يا مستر. نخش على اللي بعده. نيجي لتصنيف المركبات. ان انت تعرف تكتب اسم المركب ده يدخلك على الجزئيه اللي بعدها وهي تصنيف المركب. طب حلو.
اصنف المركبات ازاي؟ قال لك المركبات بتتصنف لاربع انواع، يا اما تكون احماض، يا اما تكون قلويات، يا اما تكون اكاسيد، يا اما تكون املاح. يبقى تاني، المركب اربع انواع: احماض، قلويات، اكاسيد، املاح. جميل. طب مستر، هو يعني ايه احماض؟ اجي اقول لك هي مواد تذوب في الماء معطيه ايونات الهيدروجين الموجبه. يبقى تاني، هي مواد تذوب في الماء معطيه ايونات الهيدروجين الموجبه. جميل جدا. وقال لك بيكون لها طعم لاذع وتحمر صبغة عباد الشمس. وركز فيها بالله عليك عشان نستخدمها في الكواشف بتاعتنا. يبقى تاني، الأحماض هي مواد عند ذوبانها في الماء تعطي أيونات هيدروجين موجبة وبيكون ليها طعم لاذع وتحمل صبغة عباد الشمس. أعرف منين يا مستر إن هي حمض؟ دايما بتبدأ ب H. زي ما اجي اقول لك مثلا HCl حمض الهيدروكلوريك، او اجي اقول لك H2CO3 حمض الكبريتيك. طيب انا اسف، حمض الكربونيك. طيب نيجي بقى للقلويات. قال لك القلويات هي مواد بتذوب في الماء وتعطي ايونات هيدروكسيد سالبة. هي مواد عند ذوبانها في الماء تعطي ايونات هيدروكسيد سالب. جميل جدا. وقال لك بيكون لها طعم قابض وتزرق صبغة عباد الشمس. حلو يا مستر، يبقى انا كده عرفت يعني ايه احماض ويعني ايه قلويات. طب اعرف مين هي قلويات؟ اجي اقول لك ان هي دايما بتنتهي ب OH. زي انا اجي اقول لك مثلا هيدروكسيد صوديوم NaOH، او هيدروكسيد كالسيوم CaOH2 اخرها OH تبقى قلم. يبقى انا كده عرفت الفرق ما بين الاحماض وما بين القلويات. طب الاكاسيد؟ قال لك الاكاسيد هو ناتج اتحاد الاكسجين مع اي عنصر اخر. حلو، يعني اي اكسيد مع العنصر يبقى اسمه اكسيد. زي انا اجي اقول لك مثلا اكسيد الصوديوم Na2O، او اجي اقول لك ثاني اكسيد الكربون CO2. طيب مش بس كده، احنا صنفنا الاكاسيد لثلاث انواع. عندي في اكاسيد حامضيه او اكاسيد احماض، وعندي اكاسيد قلويات، وعندي اكاسيد متردده. طب مستر اكاسيد حامضيه يعني ايه؟ يعني عباره عن اكسيد لافريز، الاكسجين متحد مع لافريز. طب يا مستر الاكاسيد القلويه يعني اكسجين متحد مع فلز. طب الاكاسيد المتردده يا اما تكون فلزات او لافريزات او اشباه فلزات، وغالبا ما بيكون بعض الانواع. زي مثلا انا عندي اكسيد الالومنيوم Al2O3، ده اكسيد متردد مع ان الالومنيوم فلز. طب جميل جدا. طب الاملاح؟ قال لك الاملاح هي عباره عن ناتج اتحاد ايون موجب لعنصر فلزي مع ايون سالب لعنصر لا فلزي، او مجموعات ذريه مختلفه الشحن. يعني من الاخر بيكون عنده شق موجب وشق سالب. اللي كنا بنقول ان الايون الموجب بنسميه باسم كاتايون او كاتيون، وان الشق السالب بنسميه باسم انايون او انيون. يبقى ايون موجب مع ايون سالب يدينا ملح. طب احنا كده عرفنا انواع المركبات وميزناهم ما بين احماض وقلويات واكسيد واملاح. نيجي للجزء الثاني بقى وهو التفاعلات الكيميائيه. طب بص بقى عزيزي، مننا اتكلمنا عن انواع المركبات، تعالى بقى نعرف يعني ايه تفاعل كيميائي. بص يا صديقي، التفاعل الكيميائي هو عباره عن
كسر الروابط الموجودة في جزيئات المواد المتفاعلة. يعني معنى كده ان انا عندي متفاعلات بكسر الروابط الموجودة في جزيئاتها. جميل جدا. طيب وتكوين روابط جديدة في جزيئات المواد الناتجة من التفاعل. حلو. يبقى انا بكسر الروابط الموجودة في جزيئات المتفاعلات واكون روابط جديدة في جزيئات المواد الناتجة من التفاعل. طيب انا لما باجي اعبر عن التفاعل قال لك بنعبر عن التفاعل عن طريق حاجة اسمها المعادلة الكيميائية. طب مستر هو يعني ايه معادلة كيميائية؟ قال لك هي مجموعة من الرموز والصيغ الكيميائية. حلو. التي تعبر عن المواد المتفاعلة والمواد الناتجة من التفاعل، واجي اقول لك في الاخر كده وشروط التفاعل ان وجدت. يبقى تاني كده يعني ايه معادلة كيميائية؟ قال لك هي مجموعة من الرموز والصيغ الكيميائية اللي بتعبر عن المواد المتفاعلة والمواد الناتجة من التفاعل، وكذلك شروط التفاعل إن وجدت. جميل. طب يا مستر إيه هي خطوات كتابة المعادلة؟ تعال نجرب كده كمثال. أنا جيت قلت لك هفاعل الألمنيوم مع الأكسجين عشان أكون مركب اسمه أكسيد الألمنيوم. حلو. تعالى بقى نشوف الخطوات مع بعض واحدة واحدة. أول حاجة بيقول لك إيه؟ تكتب المتفاعلات يسارا على الشمال والنواتج يمينا. يعني أنا هبدأ بألمنيوم زائد أكسجين. أدي المتفاعلات. الألمنيوم رمزه ال، وقلنا بما إنه مادة صلبة فبيكتب في صورة ذرية ذرة واحدة، والأكسجين بيكتب في صورة جزيئية O2. حلو. طب أنا عشان أفعل الألمنيوم مع الأكسجين محتاج تسخين، يبقى فوق السهم بيتكتب مثلث الحرارة أو بيقول عليها دلتا. طيب حلو. هيديني أكسيد ألمنيوم اللي احنا لسه قايلين من شوية رمزه Al2O3. يبقى أنا كتبت المتفاعلات يسارا والنواتج يمينا. حلو. رقم 2 بيقول لي تكتب الحالة الفيزيائية للمتفاعلات والنواتج. طب يا مستر هي ايه الحالة الفيزيائية بتاعتي؟ اجي اقول لسيادتك لو كانت المادة عندك بتاعتك صلبة بيكتب تحت اسم مركب اس، اختصار لكلمة سوليد. طيب لو كانت سائل بكتب ال ليكويد. طيب لو كانت غاز بكتب جي غاز. طب يا مستر لو كانت بخار بكتب في فابيور. لو كانت محلول بكتب اي كيو اكوس. طيب انا عندي هنا ألمنيوم صلب فلما اجي اكتب ال سوليد. الاكسجين غاز O2 غاز، فبيديني راسب من اكسيد الألمنيوم، والراسب ده مادة صلبة يبقى سوليد زيه. طيب انا كتبت المتفاعلات يسارا والنواتج يمينا وكتبت الحالة الفيزيائية. رقم 3 بيقول لي وزن المعادلة. طب ازاي؟ قال لك بوضع المعاملات يسار المادة يتساوى عدد ذرات المواد المتفاعلة مع عدد ذرات المواد الناتجة. يعني بالبلدي كده انا عندي هنا ذرتين اكسجين وخارج بره هنا 3 ذرات اكسجين. اوزن ازاي؟ قال لك اضرب هنا في 2 واضرب هنا في 3، فبقى 3 في 2 ب6 اهو، 2 في 3 ب6 اهو. انا كده وزنت الاكسجين. فاضل الألمنيوم 2 في 2 ال يدينا 4 ال، فاضرب هنا في 4. فانا كده وزنت المعادله 4 ال 4 ال 2 في 2، 3 في 2 ب6 اهو، 2 في 3 ب6 اهو، يبقى وزنت المعادله. يبقى اول حاجه اكتب المتفاعلات على اليسار والنواتج على اليمين، اكتب الحاله الفيزيائيه، واخيرا وزن المعادله عشان احقق قانون بقاء المد. طيب ندخل على الجزئيه اللي بعدها وهي انواع التفاعلات. مستر ايه هي انواع التفاعلات؟ اجي اقول لك ان التفاعل الكيميائي هو 4 انواع. طب ايه يا عم ال4 انواع؟ قال لك عندي اول حاجه نوع من التفاعلات او نوع من التفاعل اسمه الاتحاد المباشر.
عنصر يتحد مع عنصر يدينا مركب. طيب الإحلال، وده بيمثل عندي تاني نوع، إن عنصر يحل محل عنصر آخر. طيب ثالث حاجة هو الانحلال الحراري، إن أنا يبقى عندي مركب لما أسخنه يتفك العناصر أو يتفك لمركبات أولية أبسط منها. طب رابع حاجة هو الأكسدة والاختزال، وده اللي بعبر فيه عن التفاعلات اللي بيحصل فيه انتقال إلكترونات. طب جميل جدا. نبدأ أول حاجة يا مستر، يعني إيه تفاعلات الاتحاد المباشر؟ مستر تفاعلات الاتحاد المباشر هو اتحاد عنصرين أو أكثر لتكوين مركب. طب زي مين؟ أجي أقول لسيادتك مثلا عندي قطعة صوديوم Na حالتها صلبة، هفعلها مع الأكسجين الهوائي الجوي O2 غاز، Na زائد O2 يدينا Na2O أكسيد صوديوم. نوزن المعادلة، Na واحدة خارجة 2O خارجة واحدة يا مستر، يبقى أضرب هنا في 2O أدي ال 2O. طب يا مستر ده الصوديوم بقى 2 في 2 ب4، فاضرب هنا في 4 Na، فبقت 4Na زائد O2 يدينا 2Na2O. ادي كده يا مستر اتحاد مباشر عنصر مع عنصر ادينا مركب. اجي اقول لك سي كربون حركناه مع الاكسجين O2 غاز، فعشان نحرق يبقى لازم يكون في تسخين، فادانا ثاني اكسيد الكربون CO2 غاز. اوزن يا مستر، سي واحدة 2O المعادلة بتاعتي موزونة، يبقى عنصر مع عنصر يدينا مركب بس باسم الاتحاد المباشر. خلصنا اول نوع، نيجي لتاني نوع هو تفاعل الاحلال. طب جميل جدا. اجي اقول لك ان الاحلال نوعين، يا اما يكون اسمه احلال بسيط يا اما يكون اسمه احلال مزدوج. يبقى تاني، تفاعلات الاحلال نوعين، يا احلال بسيط يا احلال مزدوج. طب الفرق ما بينهم ايه يا مستر؟ قال لك الفرق ما بينهم ان في الاحلال البسيط بفعل عنصر مع مركب، انما الاحلال المزدوج بيبقى مركب مع مركب. يبقى تاني، احلال بسيط عنصر مع مركب، طب المزدوج بفعل مركب مع مركب. يبقى تاني، عنصر مع مركب احلال بسيط، مركب مع مركب احلال مزدوج. طب نبدا بالاحلال البسيط ونعرف انواعه. اجي اقول لك مثلا احلال فلز محل هيدروجين الميه، يعني هجيب فلز وليكن مثلا زي الصوديوم Na، افعله مع الميه، وخلي بالك الميه برمز لها بالرمز H2O، بس انا لما باجي اكتبها بحب اكتبها HOH. هي عباره عن بروتون موجب وهيدروكسيد سالب، وهقول لك ليه. دلوقتي انا عندي حاجه اسمها متسلسله النشاط الكيميائي، هو ترتيب العناصر ترتيبا تنازليا حسب درجه نشاطها الكيميائي. فبدايه السلسله دايما بيكون مين؟ البوتاسيوم، بعد كده صوديوم، بعد كده باريوم، كالسيوم، مغنيسيوم، ألمونيوم، خرسين، حديد، قصدير، رصاص، هيدروجين. فكل ما هو أكبر من الهيدروجين بيسبق الهيدروجين بيحل محل الهيدروجين. طب بعد الهيدروجين نحاس، زئبق، فضة، بلاتين، ذهب. كل ما هو أسفل الهيدروجين لا يحل محل الهيدروجين. فاجي أقول لك تاني أهو، بوتاسيوم صوديوم، باريوم كالسيوم، مغنيسيوم ألمونيوم، خرسين حديد، قصدير رصاص، هيدروجين نحاس، زئبق فضة، بلاتين ذهب. طب يا مستر انت هنا الصوديوم اهو بيسبق الهيدروجين في متسلسلة النشاط الكيميائي فيحل محله، فالN ياخد الاتش فيطلع عندي NaOH. طب الهيدروجين لما يخرج اتش. بس يا مستر مفيش حاجة اسمها غاز الهيدروجين اتش بس، هي اسمه H2 عشان ده غاز نشط. فلما اجي اوزن المعادلة بقى Na واحدة H واحدة خارجة 2، يبقى اضرب المية كلها في 2. طب يا مستر ما هي الاتنين دي مضروبة في OH، فانا عندي OH واحدة يبقى اضرب NaOH كله على بعضه في 2. طب بقت 2 Na يا مستر، اضرب Na في 2 فيبقى الرمز بتاعي او المعادلة بتاعتي 2Na
زائد 2H2O يدينا 2NaOH زائد هيدروجين، يتصاعد غاز الهيدروجين. فهنا هو انا ليه بقول احلال بسيط؟ عشان عنصر الصوديوم حل محل هيدروجين الميه. طب يا مستر انت بتقول لي تاني حاجه فلز محل هيدروجين الحمض، وليكن مثلا جبت لك فلز زي البوتاسيوم كي وفعلته مع حمض زي حمض الهيدروكلوريك HCl. ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل يا مستر ان البوتاسيوم اهو بيسبق الهيدروجين في متسلسله النشاط الكيميائي فيحل محله، فلما يحل محله ياخد الCl فيطلع عندي KCl ويتصاعد غاز الهيدروجين. ولما اجي اوزن المعادله اضرب الكي في 2 والHCl في 2 والKCl في 2 فتبقى 2K زائد 2HCl يدينا 2KCl زائد هيدروجين يتصاعد. طب جميل جدا. طب تعال نشوف كده رقم 3. بقول لك احلال فلز محل فلز اخر في محلول احد املاحه. يعني مثلا جبت قطعه من نحاس وحطيت عليها او حطيتها في محلول نترات الفضه AgNO3. ايه اللي هيحصل؟ مستر النحاس بيسبق الفضه في متسلسله النشاط الكيميائي فيحل محله، فالسي ياخد ال NO3 فيطلع CuNO3/2 زائد الفضه هيخرج لوحده Ag. نوزن بقى المعادله يا مستر. سي واحده سي واحده Ag واحده Ag واحده NO3 واحده خارج هنا 2 NO3 فاضرب هنا في 2. طب بقت 2 Ag اضرب هنا في 2 فيبقى 2 Ag، فالمعادله بتاعتي تبقى Cu زائد 2 AgNO3 يدينا CuNO3 اكويس زائد صالب او انا اسف راسب من الفضه. وكده يبقى احنا خلصنا انواع تفاعلات الاحلال البسيط. طيب نيجي لتاني نوع هو انواع تفاعلات الاحلال المزدوج. بيقول لي عندي تفاعل حمض مع قالب اللي بسميه باسم تفاعل التعادل. يعني مثلا انا جيت قلت لك هفعل حمض الهيدروكلوريك HCl مع محلول هيدروكسيد الصوديوم NaOH. طيب هيدينا ايه؟ قالك في الحاله دي بيحصل احلال مزدوج لاقطاب العناصر او اقطاب المركبات. الاتش او انا اسف القطب الموجب هياخد القطب السالب الناحيه الثانيه، فالاتش هياخد الاتش يدينا ميه H2O. جميل جدا. طيب ال Na الموجب هياخد الCl السالب فيدينا NaCl. فيبقى كده حمض مع قلوي ادانا دايما ملح وايه يا كابتن؟ ملح وميه. بيحصل تبادل او احلال مزدوج لايونات المركبات. طيب مثال رقم 2 او النوع الثاني رقم 2 قال لك هو تفاعل حمض مع ملح. يعني تفاعل حمض مع ملح وساعتها ناتج التفاعل بيكون متوقف على نوع الملح. يعني مثلا اجيب لي سيادتك ملح كربونات صوديوم Na2CO3 وده عباره عن ملح قاعدي لان بيتكون من قاعده قويه وحمض ضعيف، وفعلته مع حمض HCl. يعني هنا فعلت حمض مع ملح. ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل يا مستر ان الصوديوم هياخد الكلور فيدينا كلوريد صوديوم NaCl زائد الاتش هياخد الCO3 فيدينا H2CO3. والمناسبه ده حمض ضعيف الثبات فسرعان ما يتفك يدينا حاجتين ميه H2O زائد ثاني اكسيد الكربون CO2. طيب تعال بقى نوزن المعادله. 2 Na خارجه هنا Na واحده هضرب هنا في 2. طب بقت 2 Cl فاضرب ال HCl في 2. 2 H 2 H واحده C واحده C 3 O ادي 1 و2 3 فبقت المعادله موزونه. طب جميل جدا. هو الملح اللي خرج هو ملح ايه؟ قال لك ده ملح متعادل عشان انا فعلت حمض مع ملح قلوي فادانا ملح متعادل وميه وثاني اكسيد الكربون. طب جميل جدا. طب بقول لك محلول ملح مع محلول ملح اخر. يعني مثلا اجي اقول لك افعل NaCl ملح كلوريد الصوديوم
مع محلول ملح بكل نترات الفضة AgNO3. فاللي هيحصل هنا ايه يا كابتن؟ ان ال Na هياخد ال NO3 فيطلع NaNO3 زائد ال Ag هياخد ال Cl فيدينا AgCl راسب ابيض. يبقى انا لما فعلت محلول ملح مع محلول ملح اخر ادانا محلول ملح وراسب من محلول ملح اخر. طب جميل جدا. يبقى انا كده بفعل حمض مع قلوي او حمض مع ملح او ملح مع ملح، كده بسميها باسم احلال مزدوج. طب يا مستر هو يعني ايه تفاعل الانحلال الحراري؟ قال لك الانحلال الحراري هو انحلال اللي هي بين قوسين كده تفكك المركب بالتسخين لايه؟ قال لك لعناصره الاوليه او مركبات ابسط منها. طب جميل جدا. ايه انواع التفاعل الحراري او الانحلال الحراري؟ اجي اقول لك انحلال بعض اكاسيد الفلزات، فلما اكسيد الفلز بسخنه بيدينا فلز ويتصاعد غاز الاكسجين. يعني اجي اقول لك مثلا عندي اكسيد الزئبق HGO، لو انا سخنته قال لك لو انت سخنته بيتفك يديك زئبق زائد اكسجين، بيتفك الفلز والاكسجين. طيب نوزن المعادله HG واحده HG واحده. طب حلو، او خارجه اوتو يبقى اضرب هنا كله على بعضه في 2 بقت 2 HG اضرب هنا في 2 يبقى المعادله بتاعتي موزون. يبقى اكسيد الفلز بالتسخين يدينا فلز زائد اكسجين يتصاعد. جميل جدا. طيب رقم 2 قال لك انحلال بعض هيدروكسيدات الفلزات، يعني يكون عندي هيدروكسيد فلز انا اجي اقول لك مثلا هيدروكسيد صوديوم NaOH، او خليني اقول لك مثال اكتر منه شويه، هيدروكسيد النحاس CuOH/2. لو انا جيت سخنته قال لي بيتفك يديك اكسيد فلز اللي هو CuO زائد بخار ميه H2O يتصاعد. نوزن المعادله Cu واحده Cu واحده 2H 2H 2O ادي 1 و2 يبقى كل المعادله بتاعتي موزونه. يبقى هيدروكسيد الفلز بالتسخين يدينا اكسيد فلز وبخار ميه. يبقى لو سخنت الاكسيد يديك فلز واكسجين، سخنت الهيدروكسيد يديك اكسيد فلز وبخار ميه. طيب اذا انا اجي اقول لك مثلا عندي كربونات نحاس CO3، لو انا جيت عملت لها عمليه تسخين بيتفك يديني اكسيد فلز CO ويتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون. فلو انت جيت بصيت هتلاقي ان الغاز اللي بيتصاعد بيكون اقل من المجموعه الذريه بقوه واحده. كربونات يدينا ثاني اكسيد كربون. وكده انا خلصت تفاعلات الانحلال الحراري. نيجي للنوع الاخير في التفاعلات وهي تفاعلات الاكسده والاختزال. الاكسده والاختزال يبقى انا عندي عمليه اكسده وعندي عمليه اختزال. اجي اقول لك ان هما عمليتان متكاملتان. يعني ايه يا مستر؟ يعني الاثنين بيكملوا بعض، مفيش اكسده من غير اختزال. جميل جدا. طب يا مستر هو يعني ايه اكسده؟ اجي اقول لك الاكسده هي عمليه فقد للالكترونات. يعني ايه اللي بيحصل؟ بيحصل زياده للشحنه الموجبه او نقص للشحنه السالبه. اذا انا اجي اقول لك مثلا Fe اتحول بقى Fe موجب 2، كده حصلت عمليه اكسده عشان انا فقدت 2 الكترون. طب الاختزال بقى قال لك الاختزال هو عمليه اكتساب الالكترونات، فده بيؤدي الى زياده الشحنه السالبه او نقص الشحنه الموجبه. فاجي اقول لك مثلا O2 يتحول يدينا 2O -2، هو كده زود الشحنه السالبه فكده اكتسب الكترونات.
يبقى الاكسده فقد الكترونات والاختزال اكتساب الكترونات. طب جميل جدا. عندي شويه ملاحظات كده مهمه بقول لك ايه. اول حاجه ان عدد تاكسد عناصر المجموعه 1A هو 1 موجب 1. ال 2A موجب 2. ال 3A موجب 3. يبقى اي عنصر بيقع في المجموعه 1A عدد تاكسده موجب 1. في المجموعه 2A عدد تاكسده موجب 2. في المجموعه 3A عدد تاكسده موجب 3. طيب رقم 2 قال لك ان عدد تاكسد الاكسجين في معظم حالاته هو سالب 2 الا لو كان فوق اكسيد يبقى سالب 1 زي انا اجي اقول لك فوق اكسيد الهيدروجين H2O2 او فوق اكسيد الصوديوم Na2O2 او لو كان سوبر اكسيد بيكون سالب نص زي انا اجي اقول لك سوبر اكسيد بوتاسيوم KO2 هنا عدد تاكسده بسالب نص. طيب واجي اقول لك ان الاكسجين لا يعطي عدد تاكسد موجب 2 الا في حاله اتحاده مع الفلور عشان يكون فلوريد الاكسجين OF2 ساعتها بيكون موجب 2. طب جميل جدا. طيب اجي اقول لك ان عدد تاكسد الهيدروجين في مركباته بيكون موجب 1 الا لو كان هيدريد فلز يعني جاي مع فلز اجي اقول لك NH هيدريد الصوديوم ساعتها بيكون بسالب 1. طيب ملحوظه رقم 4 ان الكلور عدد تاكسده دايما بيكون سالب 1 الا لو اتحد مع الاكسجين ساعتها يا اما يكون موجب 1 او موجب 3 او موجب 5 او موجب 7. جميل جدا. طيب ملحوظه رقم 5 ان الفلور دايما عدد تاكسده بسالب 1 لانه اعلى العناصر سالبيه. طب رقم 6 قال لك ان عدد تاكسد اي مجموعه ذريه بيساوي شحنه المجموعه. يعني مثلا انا جيت قلت لك NH4 موجب فمعنى كده ان عدد تاكسدها بيساوي موجب 1. طيب عدد تاكسد ذره اي عنصر في الحاله الذريه بيساوي 0. يعني جيت قلت لك مثلا حديد Fe في المعادله وسكت يبقى عدد تاكسده بيساوي 0. بلاش يا عم اكسجين O2 عدد تاكسد الاكسجين كله على بعضه هنا بيساوي 0. طيب مجموع الشحنات اي مركب برضه بيساوي 0. يعني انا جيت قلت لك مثلا OF2 مجموع المركب كله بيساوي 0. يعني معنى كده ان الO هنا بموجب 2 وكل F بسالب 1 فسالب 1 في 2 بسالب 2 موجب 2 وسالب 2 يدينا 0. طيب احنا عرفنا الملاحظات. تعال نطبق مع بعض كده على امثله. انا جيت قلت لك احسب عدد تأكسد الكلور في مركب كلورات البوتاسيوم. مستر كلورات البوتاسيوم يعني رمزه KClO4. حلو. طيب كلورات البوتاسيوم يعني رمزه KClO3. جميل جدا. تعالى بقى نحسب. بما ان كله مركب فانا هحسب كله بصفر. جميل. تعالى بقى هو عايز يحسب الكلور الCl. ننزل كل حاجه بقيمتها. البوتاسيوم بيقع في المجموعه 1E يبقى عدد تاكسده موجب 1 زائد. انا عايز الCl وفي Cl واحده تنزل زي ما هي زائد. انا عندي الاكسجين وده في الحاله العاديه بتاعته بسالب 2. سالب 2 في 3 بسالب 6. ده كله بيساوي الصفر. مستر موجب 1 وسالب 6 يدينا سالب 5. يبقى الCl زائد السالب 5 بيساوي 0. ودي السالب 5 بعكس الاشاره يبقى الCl هنا بتساوي موجب 5. وكده يبقى احنا جبنا عدد تاكسد الكلور. جميل جدا. طب نجرب في مثال تاني. عايز احسب عدد تاكسد الكلور في المركب NaClO4. يلا يا مستر ده كله هساوي بالصفر. ال N في المجموعه 1A يبقى بموجب 1. الCl اللي انا عايزها تنزل زي ما هي. عندي 4 اقول O بسالب 2. سالب 2 في 4 بسالب 8. ده كله بصفر. واديها بره بعكس الاشاره موجب 1 وسالب 8 يبقى سالب 7.
اوديها بره بعكس الاشاره يبقى الكلور هنا بموجب 7. طب حلو، انا كده عرفت ازاي احسب عدد التاكسد بتاعي. تعالى بقى نفتكر مع بعض قواعد توزيع الالكترونات. افكرك ان انا كان عندي قاعدتين. كان عندي قاعده اسمها مبدأ البناء التصاعدي، وكان عندي حاجه اسمها قاعده هوند. وخلي بالك ان الاثنين متوازنين مع بعض، يعني الاثنين مكملين بعض. يعني ايه مبدأ بناء تصاعدي؟ اجي اقول لك هو توزيع الالكترونات وملء المستويات من الاقل للمستوى الاعلى مستوى. طب فكرنا يا مستر كده كان ايه ترتيب المستويات؟ كنت اجي اقول لك عندي اول حاجه 1 اس للمستوى الاول، المستوى الثاني كان 2 اس و2 بي، المستوى الثالث كان 3 اس و3 بي، المستوى الرابع يا مستر كان 4 اس 3 دي 4 بي، المستوى الخامس يا مستر كان ال 5 اس وال 4 دي وال 5 بي، المستوى السادس يا مستر كان 6 اس 4 اف 5 دي 6 بي، المستوى السابع والاخير كان 7 اس 5 اف 6 دي واخيرا 7 بي. افكرك تاني 1 اس 2 اس 2 بي 3 اس 3 بي 4 اس 3 دي 4 بي 5 اس 4 دي 5 بي 6 اس 4 اف 5 دي 6 بي 7 اس 5 اف 6 دي 7 بي. تاني اهو 1 اس 2 اس 2 بي 3 اس 3 بي 4 اس 3 دي 4 بي 5 اس 4 دي 5 بي 6 اس 4 اف 5 دي 6 بي 7 اس 5 اف 6 دي 7 بي. حلو جدا حلو جدا. طيب قاعدة هوند بقى قال لك ان انت بتوزع حسب ايه الاوربيتالات بتاعتي. يعني مثلا لو انا جيت قلت لسيادتك ان انا هوزع مستوى، هوزع عنصر زي عنصر الالومنيوم 13، لو انا جيت وزعته هيبقى توزيعه 1 اس 2 اس 2 بي، الاس هياخد 2 فيبقى 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 لحد دلوقتي كده 10. بعد كده 3 اس 2 12، بعد كده 3 بي 1 13 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2 3 بي 1. حلو. طيب لو انا هوزعه بقى طبقا لقاعده هوند، قال لك لقاعده هوند ان لابد للالكترونات ان تشغل الاوربيتالات فردا اولا ثم حدوث حاله الازدواج. يعني ما ينفعش اوربيتال يحصل فيه ازدواج لاثنين الكترون غير لما الاوربيتالات كلها تتوزع فردي الاول. طيب انا جيت قلت لك ادي دلوقتي ال1 اس شال 2 الكترون، خش على المستوى اللي بعده وهو ال2 اس شال 2 الكترون. طب المستوى اللي بعده وهو 3 اس انا اسف 2 بي هو شايل 6، فوزع الاول فردي الاول. ادي الاول الثاني الثالث كده خلاص ابدا بقى اعمل ازدواج الرابع الخامس السادس. طب يا مستر عندي 3 اس هيشيل 2 الكترون. اخر حاجه عندي 3 بي هو بيضم 3 اوربيتالات وهيشيل الكترون واحد. طب جميل جدا، يبقى انا عرفت يعني ايه بناء تصاعدي وعرفت يعني ايه قاعده هوند. طب حلو، تعالى بقى يا مستر نوزع اللي اقرب غاز خامل. انا كان عندي 6 غازات خامله الا وهو هيليوم نيون ارجون كريبتون زينون رادون. هيليوم نيون ارجون، عيدها، زينون رادون. تاني هم هيليوم نيون ارجون كريبتون زينون رادون. حلو. طب يا مستر دي الغازات الخامله بقرب ليها ازاي؟ اجي اقول لك لو انت هتكمل من بعد الهيليوم يبقى بتخش على طول على ال2 اس واللي بعده. طب نيون يبقى 3 اس واللي بعده. طب ارجون 4 اس واللي بعده. طب كريبتون 5 اس واللي بعده. طب زينون 6 اس
واللي بعده. طب رادون 7S واللي بعده. من الاخر رقم الاس بيكون اكبر من رقم الغاز الخامل بواحد. يعني ده الغاز الخامل رقم واحد الاول، يبقى يجي بعده 2S. طب الغاز الخامل الثاني يجي بعده 3S. الغاز الخامل الثالث يجي بعده 4S. الغاز الخامل الرابع يجي بعده 5S. الغاز الخامل الخامس يجي بعده 6S. الغاز الخامل السادس يجي بعده 7S. تعالوا نوزع كده مع بعض. جيت قلت لك Fe 26. لو انا اوزع توزيع عادي تقول لي 1S2 2S2 اهو مع بعض اهو 1S2 2S2 2B6 3S2 3B6 4S2 3D6. جميل جدا. طب انا عايز اوزع بقى اقرب غاز خامل. قال لك اقرب حاجه لل 26 هي الارجون، انا بقرب للي قبله. طيب فلما اجي اوزع هيبقى ارجون 18 يجي بعده 4S2 كده 3D6. جميل جدا. طب يا مستر تعالى على عنصر كمان كده. جيت قلت لسيادتك كلور Cl17. لان انا اجي اقرب بقى اقرب غاز خامل على طول تقول لي اقرب غاز خامل هو النيون Na10. ما يجيش حد بقى يقول لي يا مستر ارجون، انا بشوف الغاز الخامل اللي بيسبقني مش اللي بيليني. ال 17 ما ينفعش اقرب لل 18، انا اقرب للي اصغر منها، فيبقى النيون 10. يجي بعد النيون 3S2 ادي كده 10 و2 18. بعد كده 3B5 ادي كده يا مستر عندي 17 10 و2 12 و5 17. طيب عندي بقى حالات شاذة للتوزيع. طب زي مين؟ عندي عنصر زي عنصر الكروم Cr24، وعندي عنصر زي عنصر النحاس Cu29. طيب ليه حالة شاذة؟ كنت اجي اقول لحضرتك بينما انت بتلهو في ثانيه ثانوي، او انا اللي كنت بلهو في ثانيه ثانوي مش انت، كان عندي حالتين شاذة في التوزيع، وهو عنصر الكروم او مجموعة عنصر الكروم كلها، وعنصر النحاس او مجموعة عنصر النحاس كلها. ليه؟ كنا بنقول ان المستوى الفرعي دي كان يكون في حالة استقرار في حالتين، ان يكون نص مكتمل لو كان 5، او ان يكون مكتمل لو كان 10. في حالة كمان ان يكون فارغ تماما، يعني يكون في 0. بس هم اكثر حالات ان يكون نص مكتمل او تم الاكتمال. طيب لو انا وزعت الكروم هيبقى توزيعه ارجون 18 4S2 3D4. هلاقي هنا ان المستوى الفرعي دي بيتحمل 4 كده، دي حاله غير مستقره. هو عايز يوصل لكام؟ ل5. فيروح جاي واخد الكترون من الاس يروح للدي، فيبقى التوزيع بتاعي ارجون 18 4S1 3D5 عشان الدي يكون مستقر. يبقى انا لو وزعت كده غلط، لو وزعت كده صح. نفس الكلام مع النحاس. لو انا وزعت النحاس هيبقى توزيعه ارجون 18 4S2 3D9. مش هينفع يا مستر. فايه اللي بيحصل؟ بيتنقل الكترون من الاس يروح للدي، فيبقى التوزيع ارجون 18 4S1 3D10. يبقى هاجي اقول لك علل يا شذ التوزيع الالكتروني لكل من الكروم والنحاس حتى يكون المستوى الفرعي دي نصف مكتمل في حالة الكروم او مكتمل في حالة النحاس، وهي اكثر الحالات استقرارا. طيب وكده عزيزي الطالب يبقى احنا خلصنا مع بعض محاضرة الأساسيات، ونلقاكم بإذن الله في الحصة القادمة. وفكر حضرتك إن المحاضرة دي مهمة جدا جدا جدا، وهيكون عليها اختبار بإذن الله يوم السبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشوفكم على خير.